صباح الخير يا جماعة. النهاردة أنا معايا مفاجأة بصراحة. معايا شخص عنده يوتيوب شانل بتتكلم ناطقة باللغة العربية، بتتكلم عن الكلاب. تمام. شخص محبوب جدا جدا جدا، شخص أنا عن نفسي متابعه من زمان بصراحة. تمام. معانا النهاردة الديفو يا جماعة. ازيك؟ ازيك يا عمرو؟ عامل ايه الأخبار؟ ازيكم. مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده، ومبسوط جدا ان انا اتقابلت مع عمرو اول مره بصراحه ان انا اقابله. كان بقالنا كتير بصراحة عايزين يعني احنا نتقابل، كان وكل في ما بلان ان نتكلم احنا ما بتحصلش نتقابل، يعني. بس يعني ايه ظروف. هي الحمد لله ان احنا اخيرا عرفنا نتقابل، وعرفني بقى على شلته الصغيره، حاجه كويسه جدا ما شاء الله. تمام. مهند بقى جاي النهارده يزور الكلاب، زعرب واخته سيكا واخواتهم. تمام. بس هو كالعاده طبعا يعني اكتر اتنين جارئين هم زعرب وسيكا. هيقول لنا بقى انطباعه ايه بقى عنهم. انطباعي ان انا مش كلاب بلدي، ده كلاب باتس، يعني انت الاونر بتاعهم، متعلقين بيك. آه، اكتر حاجة حلوة فيهم ان مفيش الهايبرة بتاعة الكلب اللي انت مربيه في البيت. يعني الكلب اللي انت مربيه في البيت محبوس او لوحده ساعات معينه اليوم من اليوم. لكن بيبقى الكلاب مهايبر دي جامد. انت الكلب فرحان برؤيتك، بس انت في نفس الوقت لا، الدنيا هاديه ولذيذه وجميله. مطلعين طاقه في الشارع لما قرا بس الدنيا اهو طبعا بص. ايه مفتوحه قدامهم، لعب وجري طبعا وبتاع وكده. فانت بالنسبه لهم حاجه لذيذه، بس مش انت الاول سورس لتفضيه يطل... طاقه الشحن. مفيش القنبله اللي بتتفرقع فيك اول مره بتدخل لكلبك فيها. حاجه ده حلوه زعرب يا جدا. جماعه. اه كلب هادي جدا، كلب فريندلي جدا. مفيش طبعا، هو لسه بوبي يعني، اربع بص خمس هو شهور مؤدب، هو عرف هيقعد اه هتديله اديله على طول. لا هو بصراحة فكرتك لذيذة جدا. فكرة أنا شايفها، لسه كنت بقول إن فكرة ممتازة للي عايز يقرب من الكلاب، بس ما عندوش إمكانية إن هو يربي كلب في البيت، أو ما عندوش مكان، أو والده ووالدته مش راضيين لسبب ظروفهم في البيت أو كده. فكرة إن أنت يبقى عندك، يعني أنا أول مرة أول كلب اتعاملت معاه كان كلبة اسمها فلة، كانت عندنا في الشارع في اسكندرية. الكلبة دي كانت عندنا تحت، كانت قاعدة مقيمة في الجنينة، وبتطلع الشارع وبترجع تاني الجنينة. كنت باكلها مش بانتظام، يعني مش كل يوم، مش الوجبة الأساسية طالعة مني. كنت وانا نازل وانا طالع وطبطب عليها بتاع كده. بس كنت متعلق بيها جدا جدا جدا. فكرة ممتازة بالنسبة لأي حد عايز يجرب ان هو يتعلق بكلب من غير ما يشيل مسؤوليته بنسبة 100%. بص بتخان هي دي سيكا طبعا الدوميننت بتاعهم. لا بنت. ده تصرف الى حد ما طبيعي، يعني ده بص مش عض الودان تصرف طبيعي مع البابز اه لحد ما يبدا يبقى فيه عنف شويه. فكرة ممتازة جدا. بس هي النقطة الوحيدة اللي ممكن مش هتكون سلبية، بس الخوف من ايه؟ الخوف، انت كنت لسه قايل لي ان انت الكلب ده فريندلي لدرجة ان اول ما هيشوف حد في الشارع هيبتدي يقرب منه، ان هو عايز يرحب بيه. تمام. فبالنسبة للناس يعني معلش، في الاول وفي الاخر احنا في مجتمع للاسف نسبة كبيرة منه جدا مش بتحب الحيوانات قوي، او بتحب الحيوانات من بعد، يعني تتفرج عليها في من بعيد التلفزيون، لبعيد تتفرج عليها كده من بعيد. لكن ان كلب يقرب من حد ممكن يصاب بالذعر غصب عنه. فان الكلب يبقى فريندلي قوي كده، ان انا ابتدي اتحرك يجي ورايا، لو انا خايف منه هحس ان انا مش عارف البادي لانجوج بتاع الكلب ايه. يعني مفيش حد عارف البادي لانجوج بتاع الكلب. فانا اول لو واحد ماشي في الشارع وبعدين فجاه لقى 3 4 بابيز حتى لو بالحجم ده، قربوا من طفلي او قربوا مني او قربوا من والدتي او قربوا من والدي، انا مش هبقى مبسوط. هي دي النقطة اللي ممكن نحطها في الحسبان. بس فده لكن طبعا، غير ما هو كده، ده طبعا يعني لكن ده. في الاول وفي الاخر حتى لو ده حصل، حتى لو انا خايف، لو كلب زي ده هو مش عمره هيعمل ما حاجة. هيأذي حد. هي دي. يعني مفيش ريزلت نيجاتيف قوي. دلوقتي انا بقى هسأل مهند حاجة مهمة جدا جدا جدا. ازاي تتصرف لو شفت كلب بلدي في الشارع؟
الكلام النظري حاجه والكلام العملي حاجه. انا ممكن انت تبقى فاهم كويس قوي انت تعمل ايه لو طلع لك اسد بس اول ما يطلع لك اسد انت غصب عنك يعني يقول لك ايه لما تيجي تحط في الموقف الكلام اللي انت بتتعلمه نظري ممكن ما يطبقش بنسبه 100% لان انت بتبقى مرعوب، ما بيبقى التصرف لحظي. بس في العموم فكره ان انت تجري من كلب دي فكره فاشله، فكره فاشله. فكره ان انت تقف مكانك فكره كويسه. فكره ان انت لو انت في مكان في شارع مثلا، داخل شارع وانت لوحدك فيه وشايف على بعد على مرمى البصر كده مجموعه كلاب وانت مشوارك في اخر الشارع ده، لو انت مش هتقدر تمشي بخطى ثابته ما تخش الشارع ده. يعني ما تخش الشارع ده اول ما الكلاب تبص لك تروح جاي لافف وجاري. لو انت شايف كلاب بعيد لا ما تخش الشارع ده ولف من بعيد احسن. ده بالنسبه للناس اللي عندها ذعر من الكلاب. لو انت فجاه طلع عليك مجموعه كلاب وبتهوهو، اول ما انت هتقف مكانك مستحيل ان الكلب ياخد الخطوه. يعني في كذا فيديو اونلاين لاطفال 3-4 سنين كلاب بتحاول تهاجم عليها بعدوانيه شديده يعني. وكان انا فاكر ان كان فيديو متصور بالليل بكاميرا محل او حاجه زي كده، وفي في طفلين، طفل جرى وطفل فضل ثابت مكانه. الطفل اللي فضل ثابت مكانه الكلب فضل يهوهو بس فضل واقف مكانه، لان هو الفكره في الهوهو ايه، هو بيقول لك المكان ده مكاني، خلي بالك المكان ده مكاني. مش بيقول لك انا هعضك او ههاجمك او هقتلك، لا هو بس بيعرفك ان المكان ده مكاني بس. ممكن يهوهو يقول لك تعالى العب معايا. يعني ممكن الهوهو ده هو الحاجه الوحيده اللي بيقدر ان هو يتكلم بيها. فممكن الكلب بس مجرد ان هو يعني ممكن انا كلبتي بتهوهو عليا لما بسيبها وبمشي بتقول لي تعالى ارجع لي، لما ببقى نازل بتهوهو عليا، لما ببقى لسه راجع وما باجيش ناحيتها بتهوهو عليا. ففكره الهوهو في المجمل هي مش حاجه شرسه. انا بتكلم للناس اللي مش بتحب الكلاب، اللي ما بتعرفش حاجه عن الكلاب. بس فكره ان انت تبقى خايف فتجري او تبقى خايف ومعاك طفل صغير فتروح واخده وتروح شايله وتحاول تبعد بيه بطريقه ملفته، انت كده لو الكلب شرس انت بتخليه ياخد ثقه في نفسه اكتر. لو الكلب لعبي انت الحركه الزياده ده انت بتقول له يلا تعالى العب معايا. يعني انت لما تقول للكلب بس هش كده، هو الكلب مش عارف يعني ايه هش ومش عارف يعني ايه، بس هو انت بتعمل كده انت بتلعب معاه. لما بتيجي بتزق الكلب انت بتلعب معاه او بتهدده. يعني الاثنين حسب الكلب نفسه اللي مش اجريشن. اللي مش اجريشن. يعني لو بابي بيلعب معاك وكل ما بيجي جنبك انت بتزقه وانت كده بتلعب معاه، هو هيتمادى. لكن لو انت واقف مكانك وساكت هو مش هيجي جنبك. طب بالنسبه بقى للناس اللي بتقول لك اول ما يجي الكلب ومديله شلوت في راسه او شلوت في جنبه وتشقلب والكلام ده، يعني انا عايز اقول لك انا يعني ما علينا، قول انت. فكره ان انت بقى تاخد يعني انا بقول لك ما تجريش من الكلب عشان مش هتبقى متكافئه. فكره ان انت تهاجمه انت ممكن تضرب الكلب يعني انت سيبك من الكلاب خالص. يعني انت مثلا لو عمرو هيضرب مهند ممكن عمرو يكسبني حلو، بس في الاول في الاخر مهند مش هيقعد يتفرج عليك. انا هضرب وهحاول ان انا برضو ان انا ازعلك، فاهم قصدي ايه؟ فحتى لو انت هتضرب الكلب بطريقه عدوانيه جامده جدا وده شيء مرفوض تماما ومش انساني، بس الكلب مش هيقعد يتفرج عليك. الكلب هيحاول ان هو يدافع عن نفسه، ودي حاجه من حقه بصراحه. والدفاع عن النفس يعني اي عضه من اصغر كلب، لو كلب جريفون عض اي حد هيعوره هيزعله يعني طبيعي. بس يعني زي مثلا يعني مشكله كمان في ان كلب الشارع مش متطعم. لا مش متطعم، مش نظيف هيزعلك جدا يعني. والعضه هتبقى عضه. يعني انت اقل عضه انت بتتكلم مثلا في 150 كيلو قوه العضه، حاجه تزعل، حاجه تعور، حاجه مش كويسه. وليه اصلا ان انت تتصرف تصرف عدواني لما ما انت ممكن تحل المشكله كلها ان انت تفضل واقف مكانك. لكن ما فكره ان انت تضرب وتحدف طوبه دي حل
يا مضمون بنسبه 100% يا هيتقلب بعكسه تماما. يعني انت بتاخد الريسك كانك انت ايه بتبلف لو يعني انت يا اما بتحدف طوبه الكلب هيجري، يا اما هتحدف طوبه الكلب هيروح لافف لك. السلام عليكم. السلام عليكم. كمل. فان انت تحدف طوبه او ان انت يعني بص لو انتوا بصيتوا الناس دي بتجري ده كلاب طالعه تصرف طبيعي. في ناس ده بابيز صغيرين مش فاهمين، الناس دولت مش خايفين مش مطلعين بقى يقول لك انا ريحتي خايفه. طلعوا اخدوا فعلا. هو الفكره كلها ان جري وراهم. هو بيلعب. انا بكلمك على سبيل اللعب. لو بقى كلب اجريسيف وانت بتجري الجاريه دي هيجري عليك جاريه هو هيجيبك من رجلك على طول. فالحل هم لو كانوا وقفوا في ساعتها الكلب كان هيلف ويرجع. فبس هي دي الفكره. ما تعملش كده لو سمحت، ولا تضرب بجد ما تعملوش كده يا جماعه. تمام. وموضوع الطوبه ده بالذات يعني في اخر ما تتزنق خالص موضوع الطوبه ده ومثل انك بتجيب طوبه على الارض. جري ما جريش، ما تجيبش طوبه على الارض وما ترميهاش. لو ما جريش اربط اعمل نفسك يعني وقف اعمل نفسك اي حاجه بس. تمام كده. انا هسيب اللينك بتاع الشانل بتاعت مهند على في الديسكربشن تحت. وبجد اتشرفت بيك جدا يا مهند، يا رب يا رب يعجبكم الفيديو. يلا السلام عليكم.